ما تيجي اقول لك على اهم اخبار النادي الاهلي، واقول لك كمان على المهاجم الافريقي اللي النادي الاهلي بيخلص فيه. بس قبل ما اقول لك على اي حاجه ما تنساش زي ما متعودين تصلي على النبي، وما تنساش كمان تعمل لايك ومتابعه وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. اول خبر معانا النهارده بنسبه تتخطى 80% جراديشار خارج النادي الاهلي، لانه جاي له عرض من فريق من النمسا. ثاني خبر معانا سيحة خارج النادي الاهلي على سبيل الاعاره بناء على طلب اللاعب، وتم توقيع عقد جديد للحارس حمزه علاء. رسميا المدافع عمرو الجزار اهلاوي مقابل 60 مليون زائد اعاره احمد رضا. النادي المصري تواصل مع النادي الاهلي لضم اللاعب مصطفى العش، والنادي الاهلي وافق على رحيل اللاعب. مستنيين بس موافقه اللاعب وان هم يخلصوا معاه كل البنود الشخصيه، وهنقول لك رسميا مصطفى العش الى نادي المصري البورسعيدي. الاهلي كان طالب اللاعب مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا، وسيراميكا كانت ردت على النادي الاهلي وقالت للنادي الاهلي ان انا مش هبيع اللاعب في يناير، ممكن ابيعه في الصيف باذن الله. طلع علينا امبارح الكابتن ابراهيم فايق وقال لك ان سيراميكا كليوباترا رجع في كلامه وقال للنادي الاهلي لو عايز اللاعب هدي لك اللاعب، بس اهم حاجه عندي تديني اللاعب مكانه، انا مش عايز منك فلوس، يعني لاعب قصاد لاعب. انت هتاخد مروان عثمان وانا عايز منك طاهر محمد طاهر، ومحدش هيدفع للتاني فلوس. لحد الان الموضوع واقف، لسه مستنيين قرار النادي الاهلي. بالنسبه بقى للمهاجم الافريقي اللي انا قلت لكم عليه، النادي الاهلي مهتم بالمهاجم الجزائري رضوان بركان مهاجم الوكره القطري، ومين اللي بيقود المفاوضات بنفسه؟ ياسين منصور. يعني باذن الله بنسبه كبيره رضوان بركان اهلاوي باذن الله. بس كده، يلا سلام.